السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد والكرة مع الكويرة. في بداية الفيديو حابب نصلي على النبي ونزيد النبي كمان صلاة، وندعي لأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة، وندعي لشهدائنا في فلسطين وربنا يهون عليهم. في بداية الفيديو حابب أتكلم عن عقوبة الكهرباء. أنا مش معترض عن العقوبة، ولا معترض إن الكابتن محمد رمضان والنادي الأهلي كله ومحمود الخطيب وكله فوق راسي. بس أنت ليه تذبح اللعيب؟ ليه عايزين نشوف احمد رفعت الجديد في الكرة المصرية؟ ليه تذبح اللعيب؟ مش كهربا ده اللي شالك وقت الازمة؟ ما كانش عندك مهاجمين وكهربا لعب لك مهاجم رغم ان هو اساسا مش مهاجم، يعني هو اساسا جناح، وانت جبته الاهلي ولعبته مهاجم، ولعب مهاجم وخد هداف دوري ابطال افريقيا وجاب احسن هدف في البطولة، وشالك وقت الازمات. جيت قلت له اقعد يا كهربا احتياطي، حاضر. العب يا كهربا، حاضر. اقعد يا كهربا، احنا جبنا موديست اللي عنده 36 سنة، حاضر. انت المهاجم التالت في الفرقة، حاضر. انتوني موديست التاني بعد وسام ابو علي، حاضر. انتوني موديست الاول وانت التاني، حاضر. الراجل عمره ايه؟ انت عايز الراجل اخرس؟ ما لازم هيجي له وقت ويطفح الكيل، يعني لازم هيجي وقت والكيل يطفح. الراجل يعني عمل المستحيل عشان يجي الاهلي، واتغرم وكان هيتوقف والكلام ده كله. اه الاهلي وقف معاه، ما اختلفناش، بس انت ليه عايز تذبحه دلوقتي؟ ليه انت عايز تذبحه؟ ليه بتعمل فيه كده؟ لعيب اخطأ عاقبته، مع ان انت معاقبه. انا شايف ان العقوبه غليظه فوق ما الواحد متخيل. مليون جنيه، مليون جنيه دي كفيله تعيشني انا واسرتي مدى حياتي بعد كده. انت ليه؟ هو بياخد قد ايه اصلا عشان تخصم منه مليون جنيه مره واحده؟ وما بعدين انت المفروض تطلع تقول حصل بدل من كهربا واحد اتنين تلاته اربعه، بناء عليه بنزلنا انت طلعت كهربا غرامه مليون جنيه وترحيله للقاهره. ليه ترحيله؟ ليه؟ هو مش لعيب في الفرقه؟ سيبه يا عم معاك في الامارات، ما يحطوش في التشكيل، ما يحطوش في ال 18 ولا ال 20 لعيب، ما يحطهمش، يقعد بره في المدرجات. لكن انا ابقى بلعب في الاهلي وفرقتي هتلعب، واجي انا تلعب في الامارات وانا قاعد اتفرج عليهم في التلفزيون في القاهره؟ هو ده العدل؟ انا مش شايف ان ده عدل. اه النادي الاهلي ومحمد رمضان والكابتن محمود الخطيب وكل النادي الاهلي فوق دماغي، انا ما اتكلمتش. بس انت ليه تذبح اللعيب؟ ليه تروحوا بيته وانت بتلعب في الامارات، وتروحوا هو بيته يتفرج عليك في التلفزيون؟ هي دي العداله؟ مش هي دي العداله ولا حاجه والله. ده اسمه ذبح، اسمه ذبح لعيب. بدل ما تحتويه بتعمل فيه كده. ما هو كهربا ده شالنا كتير، شال النادي الاهلي كتير. وبعدين بص، المشكله مش في كهربا، انت بعد كده هيقابلك مليون كهربا، مش كهربا واحد. هيقابلك كتير، هيقابلك لعيبه كتير بنفس الاسلوب طول ما المدرب ده موجود. المدرب ده بقى يحب ويكره، وطالما بقى يحب ويكره خلاص كده على الدنيا السلام، يبقى يمشي احسن. وانا عارف ومتاكد ان مجلس الاداره حاسس ان كولر هيمشي في اي وقت، ومجهز البلان وايه وبلان 2، مجهز الكلام ده كله. انا عارف ومتاكد من الكلام ده. لا وكولر بيقول لمحمد رمضان برافو، انا بحييك على ما انت بتحييه عشان بتكره انت كهربا. انت لو بتحب كهربا مش هتحييه على العقوبه دي. واللي انا عرفته كمان ان كولر طالب ان كهربا ما ينزلش معاه التدريبات الفتره الجايه. ليه؟ امال يعمل ايه؟ يروح يبيع لب؟ مش فاهم، ما ينزلش معاك تدريبات ليه؟ اي لعيب بيتوقع عليه العقوبه خلاص تاني يوم بيبقى في التمرين عادي، ليه ما ينزلش معاك تدريبات؟ دلوقتي انت كده كولر هتقول لهم بقى خلاص ودوه زد وهاتوا لي البنوبي، عبد الرحمن البنوبي او مصطفى زيكو، مع انك مش موافق بيهم والاتنين مش عاجبينك، وهو ده اللي هيحصل. وانا والله العظيم من هنا اقسم بالله انا نفسي كهربا يمشي يروح اي حته تانية يلعب فيها. اه يا عم النادي الاهلي حبيبك وكل شيء، وحبيبنا كلنا وكل حاجه، بس مش كده. انت كده نفسك هتبقى صفر، كده هتبقى احمد رفعت التاني، ولسه هيبقى في التالت والرابع والخامس طول ما الكره بتدار كده. الكره مش عافيه. وانا عايز اوجه سؤال للكابتن محمد رمضان بس، لو ابنك في البيت غلط معاك هتذبحه بالاسلوب ده؟ استحاله هتذبحه كده، استحاله. اعتبرهم ولادك، ما هو انت في المكان ده بتعتبرهم ولادك او اخواتك الصغيرين، مش هتذبحه. بعدين رفض ان محمد الشناوي يتدخل والوسطى. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ مش ما انت مش داخل تدبح يا عم، انت داخل مدير كوره، مش داخل ادبح في اللعيبه.
عندنا مش هتبقى زي زي كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ تعالى عقوبتك كذا، خلاص. لكن ايه روح، ايه روح ليه؟ تروحوا ليه؟ تروحوا ليه وعمل ايه؟ ده واحد بيعترض، شايف ان عنده حاجه عايز يديها للفرقه. هو ده كان منظر فرقه؟ ده كان منظر فرقه ساعه يوم الماتش، يوم ماتش سيراميكا؟ فين هيبه الاهلي؟ فين؟ فين شخصيه النادي الاهلي؟ فين شخصيه النادي الاهلي؟ اوقات كتير كان الاهلي بيخسر بس ليه شخصيه في الملعب. انت مالكش شخصيه يا فرحتك تكسب. انا مش عايزك تكسب يا عم وانت كده. انا كواحد من جمهور النادي الاهلي ومشجعين النادي الاهلي مش عايزك تكسب بالاداء السيء ده، والله ما عايزك تكسب. ان انا كنت قاعد بتفرج على الماتش بدعي ان الاهلي يخسر. ايه ده؟ امام عاشور بيلعب جناح شمال. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ وقفشه مش لاقي نفسه. التغييرات اللي انت وتلعب لي اتنين مهاجمين. بيرسي هو بيرسي ده نافع جناح هو وطاهر لما تلعبوا اتنين مهاجمين. ونص الملعب ضايع، وكريم ندفيد ما شاء الله عليه ولا نافع ولا قدام ولا ورا ولا ليبرو متقدم ولا ديفندر ولا نافع اي حاجه. يا جدعان مش كده والله، حرام والله ما كده. اتمنى المسؤولين في النادي الاهلي يبصوا بعين الرحمه شويه لمحمود كهربا. يعني ده جزاته اللي هو عمله عشان الاهلي؟ تيجي يجي عندك تذبحه كده؟ مش كده والله، مش كده. واتمنى المسؤولين يبصوا. الموضوع التاني اللي حابب اتكلم فيه موضوع عودة رمضان صبحي. انا شايف ان في ناس كتيرة قوي وناس كتيرة اهلاويه يقول لك رمضان صبحي يرجع. يا عم انسى اللي هو عمله. انا معاك، انسى اللي هو عمله. انا دلوقتي الاهلي بيدور على جناح، صح؟ هل رمضان صبحي بمستواه اللي هو بيقدمه دلوقتي مع بيراميدز، اعتبر ان رمضان صبحي ده ما لعبش في الاهلي ولا ابن الاهلي ولا الناشئين ولا الكلام ده؟ دوت واحد بيلعب في بيراميدز وانت عايز تروح تفاوضه. انت شايف ان رمضان صبحي هي دي الصفقة اللي الاهلي بيدور عليها بمستواه ده؟ لا. انسى بقى، سيبك بقى من ان هو كان في الاهلي وناشئين الاهلي والاهلي خلاه يروح يحترف بعد ما قعد يدعي الاصابات ومش عارف. كلنا فاكرين مش ناسيين. وطلعوا عيل صغير واحترف. واحترفت من الزن احترفت. رحت ستوك سيتي وبعدين طلعت اعاره لهيردسفيلد وبعدين رجعت ستوك سيتي تاني وقعدت دكه. وجي الاهلي دفع فيك فلوس اعاره ما دفعهاش ولا تدفع في حد. 2.5 مليون ولا مش عارف 1.5 مليون عشان 6 شهور. وجيت هنا اللي عمل منك لعيب كوره، واللي انا نفسي اتمنى ان هو يرجع يمرن الاهلي تاني، فايلر. الوحيد اللي اعترفت فيه في السنوات الاخيره ان هو مدرب. كنت بلاقي منظر للاهلي، شكل للفرقه، في لعب كوره. ولا كولر ولا غيره ولا موسيماني ولا الكلام ده. هو فايلر اللي عمل من رمضان صبحي لعيب كوره. كان على طول رمضان صبحي ياخد الكوره ويجري على الخط. قال له لا 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 تعالى، ما فيش الكلام ده. في جوه في كده، وخلاك تجيب اجوان. انت ناسي انت مع اول ما جيت مع فايلر جبت كام جون؟ كنا بنكسب الاربعات والخمسات والتلاتات وننزل كنس. ما كانش في حاجه اسمها لعيب يقف يستنى الكوره في الملعب. شوف دلوقتي ايه اللي بيحصل. هو ده المدرب اللي عاجبكم كولر؟ والله العظيم انا مش شايف ان هو مدرب. الاهلي اللي ضاف له وما ضافش الاهلي حاجه. سنتين واخد فيهم 9 بطولات، سنتين. وهيمشي من الاهلي بكره افكركم، مش هيعمل بربع جنيه. وهيبقى معاه كل الامكانيات. ممكن يروح يدرب في الامارات او يدرب في السعوديه، هيبقى معاه كل الامكانيات. مش هيعمل بربع جنيه، ربع اللي هو عمله في الاهلي. الاهلي اللي بيعمل، انت بتعملش حاجه للاهلي. الاهلي اللي بيضيف لك تاريخك كله دلوقتي 95% ولا 97% من تاريخك من النادي الاهلي. ايه تاريخك قبل الاهلي؟ كاس بلجيكا ولا كاس سويسرا؟ ادي تاريخك، هو ده تاريخك؟ وتحب لي وتكره؟ انت طالما تحب وتكره يبقى انت كده مدرب فاشل. خلاص كده انت بتكتب نهايتك في الاهلي. كده انت بتكتب نهايتك في الاهلي. وانا بقول لمحمود كهربا ما تزعلش، اقسم بالله ما تزعل. نرجع تاني لرمضان صبحي. دلوقتي هو ده اللاعب اللي انا فاوضه؟ ده معلش مصطفى سيكو احسن منه ومؤثر عني. عبد الرحمن البنوبي احسن منه. مش هو ده اللي انا راح افاوضه، بغض النظر عن اللي هو عمله. مش هو ده اللاعب اللي انا افاوضه. انا مش هقول لك بقى نفتكر بقى وال 33 مليون اللي باعنا بيهم في الموسم لا. اعتبر دوت زيه زي زيكو زي اي حد انت عايز تفاوضه. هي دي الصفقه اللي الاهلي بيدور عليها؟ مش هي دي الصفقه اللي الاهلي بيدور عليها. مش هو ده اللي الاهلي هيواجه اللي هنلاقي فيه الضاله بتاعتنا يعني. رمضان صبحي مستواه سيء.
الاهلي اللي هيضيف له، هو اللي كان عايز يرجع او حد عايز يرجعه الاهلي عشان الاهلي يضيف له، عشان ما بقاش في منتخب مصر، ما بقاش في الكلام ده. انت لما رجعت الاهلي جابك اعاره بمليون ونص استرليني ولا مليون ونص يورو. انت رحت منتخب الشباب وخدت احسن لاعب في البطوله، وخدت بطوله افريقيا مع منتخب الشباب وخدت احسن لاعب، والاهلي رجعك وقفك على رجليك تاني. اول ما اتنططت على الاهلي، ورحت جريت على بيراميدز عشان 33 مليون في الموسم، وتعمل الاعلان معاهم وراح الطموح. عملت ايه في الطموح؟ لسه واخد لي كاس مصر عشان الاهلي ما شاركش فيه الموسم اللي لسه منتهي دوت. هو ده الطموح بتاعك؟ بقالك 4 سنين عشان كاس مصر. انت خسرت كتير يا رمضان صبحي، واستحاله هترجع الاهلي. سيبك من كلام الاعلاميين وان رمضان صبحي مفيش الكلام ده. استحاله رمضان صبحي يرجع الاهلي. انا بس حبيت ابسطها لك في الاول، ان دي اعتبرها دي صفقه جديده، مش هو ده اللي انا عايزه للاهلي. ده زيكو وعبد الرحمن البنوب احسن منه. عبد الرحمن مجدي اللي احنا سيبناه وبيراميدز راح خده احسن منه. ليه احنا ما جبناهوش؟ وبعدين اليو ديانج واحمد الكندوزي تمشوهم عشان خاطر وتسيب لي كريم ندفيد عشان تعرف انت مدرب كفتاجي مش فاهم حاجه؟ مشي لي اليو ديانج برضه، وده برضه بسبب الحب والكوره. انت ما بتحبهمش يبقى مش هسيبهم في الفرقه، واللي ما بحبوش مش هلاعبه، اللي بحبه هلاعبه حتى لو ملوش فيها هلاعبه. زي طاهر محمد طاهر كده، اللي ما لعبتوش مهاجم هتلعبه جناح، اللي ما لعبتوش جناح بتلعبه باك يمين، هلعبك طالما انا بحبك. كريم ندفيد هتلعب. انا هقعد هقعد مروان عطيه بره، همشي لك القندوزه وهمشي لك الدنيا كلها وتلعب. ايه يا عم في ايه؟ الكوره عمرها ما كانت بتدار كده في الاهلي. انا مش عارف، انا كل مدربين الاهلي بتيجي اول سنه بيبقى 100 100، تاني سنه 100 100، بعد كده بيحصل له زهايمر، ما تعرفش دماغه بتتشقلب، بيحصل له ايه ما تعرفش. يبتدي بقى الحب والكوره والكلام ده، مش هينفع. اتمنى ان مجلس اداره الاهلي يبص لمحمود كهربا شويه. حرام، حرام والله. هو كده ما تمشوه، قولوا له المدرب مش عايزك، مشوه من الاول. ايه؟ وقصه رمضان صبحي دي مقفوله. تيجي تقول لي امام عاشور كان في الزمالك، في البيئه اللي هو متربي فيها، هي البيئه بتاعته كده، فشتم. جه عندي عرف يتكلم، بيشتم حد، بيغلط في حد؟ ما بيغلطش في حد، ما بيشتمش في حد. لو كان عندي كنت حاسبني انا، لكن عندك انت، يعني عيبك انت ويسوقك انت ويسوق ادارتك في النادي. يبقى انا ما حاسبوش على حاجه هو ما كانش عملها، هو مش عندي. لكن رمضان صبحي كان عندي، وانا اللي جايبه اعاره، وانا اللي موقفه على رجليه بعد ربنا سبحانه وتعالى. تيجي تعمل كده يبقى انت مالكش حق انك تخش النادي الاهلي. بس هم بس الاعلاميين اللي بيتكلموا ولاعيبه الكوره اللي قدام اللي بيتكلموا يقعدوا يقول لك امام عاشور، دول عالم مغيبه، دول عالم مغيبه. امام عاشور عمل اساء النادي الاهلي وهو مش جوه النادي الاهلي. المفروض انت، هو انا هاجي اربي ابنك في بيتك؟ لكن لما يبقى عندي انا اربيه، ما يبقى عندي انا اربيه، ما اجيش اربي ابنك في بيتك. ده عيبك انت، دي تربيتك انت. ما اجيش اربي ابنك في بيتك، لما يجي عندي انا اعرف اربيه. زي بالظبط كده الموضوع اللي حصل في كاس السوبر في ماتش الزمالك وبيراميدز، عشان فرد امن او المسؤول عن الامن لابس احمر. اللون الاحمر ده بيرعبهم، لابس احمر. محمد صبحي اتخانق معاه، وبعدين جه دونجا يعني ومصطفى شلبي، والتلاتة اتحبسوا، وهيدفعوا حوالي 8 مليون جنيه مصري عشان يخرجوا الكفالة بتاعتهم. بس لسه فين حق الدولة؟ هياخدوا هيتمنعوا من دخول الامارات مدى الحياة. انا بقول لكم هيتمنعوا من دخول الامارات مدى الحياة عشان حق الدولة. حتى لو في تنازلات، حتى لو فرد الامن نازل والكلام ده كله، هيدفعوا. ادي اكبر قلعة في مصر، وفي الاخر رئيس اكبر قلعة في مصر طالع يهدد بالانسحاب، بدل ما يطلع زي شفته. بس انا يعني ربنا ما بيسيبش. قضية الشيبي وحسين الشحات، يعني بعد الماتش الراجل اتراضى واتراضوا مع بعض وبسوا دماغ بعض وخلاص. الزملكاويه تاني يوم ازاي ومش ازاي، مش فتوانة، والحكاية والرواية، ودخلوا دولة المغرب فيها، وعايزين يعملوا
مقاطعة مع دولة المغرب، وهيعملوا ازمات مع المغاربة، وي 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 وي، وخلوا الولا عمل شكوى وي وي ولجأ للقضاء. دلوقتي بتترد لهم. ربنا ما بيسيبش. قال لك احنا اكبر قلعة في مصر، ادي اكبر قلعة اهي. انتوا عرتونا ملط، عرتوا مصر كلها ملط في الامارات، والله عرتوها ملط. بتضربوا ليه؟ حتى لو هو استفزك بتضربه ليه؟ بتضربه ليه حتى لو هو استفزك؟ انت بتضربه ليه؟ وبعدين يطلع خالد غندور بتويته يقول لك لما الشيبي لجأ للمحاكم، اتحاد الكوره ولجنه الانضباط قالت له لا انت ما تلجاش للمحاكم. اشمعنى دول؟ دوت فرد امن بيقضي وظيفته، يعني انت تعديت على موظف اثناء تقضيه عمله. يا رب نفهم، يا رب نفهم يا عم خالد يا غندور. ده موظف، لكن دول اتنين لعيبه مع بعض، لكن ده موظف واقف في وسط المدرجات بيأمن، بيحافظ عليك وعلى اللعيبه وعلى اللي زيك. انت نازل الملعب انت قاعد بره، انت نازل الملعب تعمل ايه؟ هو استفزك، هو لابس احمر وتفاعل مع، يا عم هو راجل اهلاوي، انا عارف ان اللون الاحمر ده بيعمل لكم مشكله. هو راجل اهلاوي ويتفاعل مع هجمات بيراميدز، او هجم او الجون الاخير بتاع بيراميدز اللي هو اتحسب اوفسايد. ايه المشكله؟ ما تسيبه يا عم. لكن يطلع مدير الكوره يقول لك اصل انا لقيته لابس احمر وبحسبه اهلاوي. ايه يعني يعني لو اهلاوي يعني هتتبعه؟ مش فاهم انا. ليه تخلي المنظر بتاعنا وحش كده، والعرب كلهم يبصوا لنا بصه وحشه؟ اقسم بالله هو اللي زيكم كده بيخلوا العرب يبصوا لنا بصه وحشه. ليه؟ ايه يعني هو لو اهلاوي ده هو مش بني ادم؟ يا عم اتفاعل، ايه المشكله؟ لما يبقى في زملكاويه بتتفاعل مع الهجمات ضد الاهلي، ايه المشكله يعني؟ اقوم اضربه؟ يعني وانا قاعد في الكافيه مثلا اقوم اضربه؟ اقوم اذبحه؟ مش كده يا جماعه، والله العظيم عرتونا، وحياة ربنا الزملكاويه عرونا، بس ربنا ما بيسيبش. والله العظيم ربنا ما بيسيبش. وخلي بالك قصه الانسحاب دي تعودنا عليها هنا في مصر، ورجعت لعبت. هناك مفيش يابا حاجه اسمها تهتهم. هناك في حق عام وحق دوله وقانون كبير. هناك مفيش الكلام ده. تقول هنسحب؟ ما تنسحب. ده جايبك بكارت فكه، زي ما جبتك بكارت فكه هجيب اي حد تاني بكارت فكه. يعني هل الامارات اللي طلبت ان انت تجيب كارت فكه عشان تبقى البطوله يبقى فيها قطبين، وانت ما طلعتش قطب ولا حاجه للاسف. اللي انت بتعمله ده انت بتصغر نفسك، وبتسيء لنفسك، وبتسيء للمصريين، وبتسيء للرياضه في مصر. والله العظيم بتسيء للرياضه في مصر. مش كده يا جماعه، اقسم بالله ما كده. اتمنى تخلص على خير وما تتكررش تاني، ونشوف نهائي. عايزين بقى نشوف كرة في الملعب، يعني انا نفسي نشوف نهائي اهلي وزمالك، نشوف كرة في الملعب. يعني نفسي اشوف كرة في الملعب، ابقى قاعد كده، قاعد قدام التلفزيون ساعتين عشان اتفرج على كورة، مش قاعد دمي يتحرق هلاقيها من كولر ولا هلاقيها من اللعيبة في الملعب، ولا مش عارف. ربنا يسترها. انا اسف ان انا طولت عليكم في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.